محمد فنجاري وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، يمكن بنهنيك على اليوم الرياضي ده يا استاذ محمد، يوم ناجح، وكلمنا عن البطولة وما تم فيها. يا سيدي ألف شكر، نشكركم جميعا ونشكر جميع العالمين، نشكر قناة المرئية كلها. دوري مراكز الشباب بدأ عندنا، البداية بتاعته كانت 9/1 إن شاء الله، شارك فيه 16 فريق، قسمناه لمجموعتين، مجموعة الشمال جنة ومجموعة جنوب جنة. حصل على المركز الأول في مجموعة الشمال مركز شباب وطشت، مركز شباب مدينة دشنة، مركز شباب مجموعة الجنوب مركز شباب براهمة ومركز شباب حيازة. لعبنا على الأدوار النهائية، فاز مركز شباب مدينة أبو طشت ومركز شباب مدينة دشنة، وحصل على المركز الثالث مركز شباب براهمة، المركز الرابع مركز شباب حيازة قبلي، وفي النهاية تقابل مدينة أبو طشت ومدينة دشنة، وحصل مركز شباب مدينة دشنة على كأس البطولة. يمكن شايفين انجاز رياضي في قنا، كلمنا عن اهم انجازات او الخطة القادمة ان شاء الله لمديرية الشباب والرياضة بقنا. هو احنا لو بصينا دوري مراكز الشباب ده اعاد الحياه لمراكز الشباب، بالاضافه ان المهندس خالد عبد العزيز صرف على الدوري ده لغايه النهارده 356,100 جنيه، يعني النهارده مبلغ النهارده يتعدى الثلث مليون جنيه على بطوله. ان شاء الله في البطولات القادمه باذن الله هتكون عندنا في بطوله تنس طاوله باذن الله، هناخد تصريح من المهندس خالد عبد العزيز ان احنا نجيبها على مستوى المحافظه، هيشارك فيها جميع مراكز الشباب. يعني احنا قصرنا دوري مراكز الشباب الدوري كره القدم على 16 مركز، لا دوري تنس الطاوله ان شاء الله هيشارك فيه ال 193 مركز شباب بتوعنا باذن الله. اما بخصوص الانجازات الثانيه فاحنا عندنا طبعا انشاءات، عملنا 11 ملعب خماسي نجيل صناعي، عملنا ملعب كبير قانوني في مركز شباب مدينة العمال. التكلفة الإجمالية بتاعت مركز شباب مدينة العمال تتعدى 1,400,000. الملعب الخماسي يتعدى 3 مليون جنيه، يعني مبالغ كبيرة بتصرفها وزارة الشباب والرياضة على مراكز الشباب، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى سواء كانت تثقيف سياسي، وبنشتهر إحنا طبعا جينا بالتثقيف السياسي بالمشاركة مع جمع جنوب الوادي، الدكتور محمد يونس، الدكتور خالد، الدكتور عبد الكريم، كلهم بيطلعوا معنا، الدكتور عباس مصطفى، يعني كلهم بيطلعوا معنا في التثقيف السياسي، واحنا بنتولى عمليه التجميع في مراكز الشباب، بالاضافه الى الجواله وانديه التطوع بنشارك في جميع المسابقات. وحاليا عندنا فريق مسافر بورسعيد باذن الله يوم 9/4 75 جوال، بالاضافه الى المنسق بتاعهم الاستاذ محمود عبد الهادي تحت رعايه الاستاذ عبد الرحيم ابو زيد وكيل المديريه للشباب، والاستاذ احمد الخولي مدير عام الشباب. في نهايه اللقاء بنشكرك يا فندم، وقدمنا لك المزيد من التقدم في مجال الرياضه في محافظه قنا. نشكركم جميعا ونشكركم تشريفكم لنا النهارده، ونتمنى منكم المزيد باذن الله. شكرا يا فندم، شكرا.